على استفساراتها بهذا الخصوص. من جهتها تطالب جمعية حماية المستهلك بطرح البديل والتوجه نحو الأسواق الإفريقية لتعويض العجز وحماية المستهلك الجزائري. بعد انضمام الجزائر إلى قائمة الدول المقاطعة للحوم البرازيلية رسميا إثر انفجار ما يعرف بفاضحة اللحوم الفاسدة في البرازيل، النشطاء في الحركة الجمعوية لحماية المستهلك يقترحون البديل بتوجه المستوردين نحو اقتناء اللحوم المجمدة من دول الجوار كموريتانيا والسودان. وعلاش نروحوا نمبورتيو اللحم من البرازيل ومن الهند ومن اسبانيا ومن الارجنتين والى اخره في اماكن مجهوله بعيده، ما نعرفوا كيفاه تربى هذا المال، ما نعرفوا شو ياكل، ما نعرفوا كيفاه ذبحوه. احنا عندنا جيراننا هنا مثلا موريتانيا اللي عندهم ثروه هائله والنوعيه جيده، عندنا السودان ايضا اللي عندهم اكثر من 17 مليون راس اللي راه يتوفر كل البلدان تاع المشرق العربي، وحنا ما لناش نستغلوا هذا يعني لا بروكسيميتي وما نستغلوش هاد لا كاليتي، وما نستغلوش ايضا انه نهنيو الشعب الجزائري ويلو كان من جهه الحلال والحرام. رغم المقاطعة الجزائرية المؤكدة للحوم البرازيلية، إلا أن كمية معتبرة من المنتظر وصولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأخرى ستستمر في إغراق السوق الجزائري والآتية من الهند، الأرجنتين وحتى إسبانيا، سوق كانت ولا تزال تثير قلق القائمين على حماية صحة المستهلك الجزائري منذ أزيد من 12 عاما. أكد أنه هذه السنوات وحنا نطلبوا في وزارة الفلاحة ووزارة التجارة باش يغيروا توجه الاستيراد ونقلصوا منه باش نشجعوا التربية المحلية، ولو انه كاينين بعض البارونات اللي ما قبلوش، يعني جاونا احنا حتى المربين تاع الاموال هذه تاع المال تاع الاغنام خاصه، يقول لك لما تجيبها من الخارج احنا ما نقدرش نبيعوا والى اخره. صراع جمعوي قائم أمام فاضحة كان أثرها يتقفى منذ أكثر من عقد من الزمن دون أي نتيجة، لتتوالى رسائل التحذير والتشكيك وطلب نتائج تحقيقات وزارية، وفي الأخير الضحية هو المستهلك الجزائري ليس غيره. دخلت اليوم حيز